لقيت أضحية سعرها رخيص جدا؟ خد بالك، مش دايما ده عرض كويس. في أسباب ممكن تكون خطيرة وممكن تخليك تخسر فلوسك أو تاخد أضحية مش مناسبة. أول سبب، ممكن تكون الأضحية مريضة. بعض الأمراض مش بتكون واضحة، لكن بتأثر على جودة اللحم وعلى صحة الإنسان كمان. تاني سبب، وزن أقل من الطبيعي. في ناس بتبيع على إنه تقيل وهو في الحقيقة خفيف، وده بيخدع ناس كتير. تالت سبب، تغذية ضعيفة للحيوان. الأكل بيأثر جدا على الجودة، ولو التغذية ضعيفة اللحم بيكون أقل قيمة. رابع سبب، عمر الأضحية مش مناسب. ممكن تكون صغيرة جدا ومش مستوفية الشروط، وده بيأثر على صحتها وجودتها. عمرك اشتريت أضحية وطلعت مش كويسة؟ إيه اللي حصل معاك؟ قول لنا تجربتك عشان غيرك يستفيد وياخد باله. خامس سبب، تاجر غير موثوق. بيحاول يبيع بسرعة من غير ما يهتم بالجودة، وده أخطر سبب. في علامات لازم تركز فيها. نشاط الحيوان مهم جدا. عيونه لازم تكون صافية وحركته طبيعية، مش كسلان أو تعبان. بلاش تشتري عشان السعر بس، ركز في الجودة أهم. الأضحية عبادة مش صفقة. اختيارك الصح مهم عشان تقبل إن شاء الله. السعر الرخيص مش دايما مكسب، ممكن يكون وراه مشكلة كبيرة. خد بالك وانت بتختار عشان تضمن أضحية سليمة. معلومة بسيطة بس فايدتها كبيرة. فايدة هب، فايدة بسيطة بس تأثيرها كبير.